ابسط واسهل واسرع حلو ممكن تعمليه لو جايلك ضيوف على فجأة، وبصراحة طعمه خطير. عايزة اقولك بصي كده معايا، شوفي الجلاش مورق ازاي من غير ما ندهن طبقات ولا نورق، وفي قرمشة خفيفة مع طراوة خطيرة من جوه، والطعم حكاية. لازم تجربيه هيعجبك جدا. هنعمل الشربات اللي هنسقي بيه الجلاش. شربات الجلاش لازم يكون بارد وتقيل. انا بحب اعمله متوسط القوام، لا تقيل قوي ولا خفيف. هجيب كوبايتين من السكر، هنزل عليهم بكوباية ونص من المية السخنة. وليه بستخدم المية السخنة؟ علشان تدوب معايا السكر اسرع وتسرع في عملية الغليان، والشربات ما ياخدش وقت على النار. هرفعه على النار ومش هقلب خالص، واسيب السكر لحد ما يدوب. داب السكر وبدأ الشربات يغلي، هنزل عليه بمعلقه عسل ابيض كبيره او معلقه عسل جلوكوز المتوفر عند حضرتك علشان ما يسكرش. هديله عصير نص ليمونه واسيبه بعد الغليان لمده 5 دقايق او 7 دقايق لحد ما يديني قوام متوسط، مش تقيل ولا خفيف. بعد مرور 7 دقايق بقى قوام الشربات متوسط بالشكل ده، وبعد ما هيبرد هيتقل اكتر هديله باكت من الفانيليا واطفي عليه النار واسيبه لحد ما يبرد. هنجيب لفة جلاش نص كيلو، وفي الوصفة دي لازم تكون طازة وطرية. هقسمها على 4. قسمت لفة الجلاش بالشكل ده على 4 أجزاء. هاخد كل جزء واتنيه على بعضه بالشكل ده. لو حضرتك عايزة تضيفي حشوة في الوقت ده تضيفيها في النص هنا، أي حشوة تحبيها ضيفيها، لكن أنا بحب الجلاش سادة بيطلع طعمه خطير. في صينية زي دي تكون مدهونة دهنة حلوة كده من السمنة، هبدأ أرصهم فيها. بعد ما رصيت ال4 أجزاء اللي أنا عملتهم بالشكل ده في الصينية، هبدأ أقسم كل جزء على 3 قطع. وكل قطعة على 2. خلصت كل كمية الجلاش تقطيع بالشكل الجميل ده. هجيب كوباية من السمنة على الزيت، نص سمنة ونص زيت. هبدأ أشربهم كلهم بالشكل ده. هحط كده على كل واحدة. هندخل الجلاش الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، واكون مشغلة الفرن من قبل ما ادخل الجلاش. اخد الجلاش اللون الذهبي الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، على طول اول ما يخرج من الفرن هنزل عليه بالشربات البارد. هحط عليه شوية من جوز الهند، هتديله شكل جمالي وكمان طعم حلو وخطير. ابسط واسهل حلو هتعمليه.